السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الغلا اللي احنا فيه ده وفي أسعار الزيت اللي بقت نار، تعالوا النهاردة نعمل مع بعض فراخ بروست من غير زيت نهائيا. هنعملها بطريقة جميلة وهتطلع معانا إن شاء الله تجربة جميلة جدا جدا. جربوها وتعالوا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. أول حاجة معانا فرخة ما يكونش وزنها كبير، يعني يفضل تكون وزنها كيلو ونص ل2 كيلو، ما تكونش أكتر من 2 كيلو خالص، يعني يفضل إنها تكون أقل من 2 كيلو. هنحاول نفتحها كويس خالص. أول حاجة هنمسك الورك ده نكسره، ماشي، وهنكسره من هنا كده، والورك ده كمان هنكسره وهنكسره من هنا اهو. بعد كده بقى هنبدأ نفتح في الصدر بتاعها، هنفتحها كويس ونقطعها ونرجع لكم. شايفين كده ده شكل الفرخة بتاعتنا بعد ما فتحناها كلها حتى الورك. بصوا، مهم جدا طريقة التفتيح دي. اولا سبب مهم جدا ان احنا هندخل التتبيلة فيها في كل حتة. تاني سبب ان هي تستوي معانا كويس، ما تبقاش فيها دم ولا فيها حتت جامدة. دلوقتي بقى المرحلة اللي بعد كده هنركن الفرخة دي على جنب، ومعانا بولة فاضية. اول حاجة هنحط فيها بيضة، بعد كده دول كوبايتين زبادي وعليهم 5 فصوص توم. تقدر تحط بدل الزبادي لبن عادي، مفيش مشكلة، هنفضيهم عليهم. ومعانا هنا بصوا كده، ده كمون، نص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة، نص معلقة ملح، وده نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة كركم، ودي شوية بهارات مشكلة هنفضيهم. ومعانا مكعب مرقة واحد. هنقلب الحاجة دي كويس في بعض. ومعانا كمان نص كوباية دقيق. هنقلب المكونات دي كلها كويس. ودلوقتي ده القوام بتاعنا بعد ما خلصنا. انا حاسه تقيل شويه فهزوده شويه ميه او شويه لبن عادي، مفيش مشكله. ودلوقتي بعد ما زودناه شويه ميه، شايفين القوام معانا كويس، بس في نفس الوقت مش جابس قوي علشان ما يعملش معانا طبقه سميكه جدا على الفراخ. هننزله في حاجه اوسع من كده شويه. كده نزلناه في حاجه اوسع شويه، وهنجيب الفرخه بتاعتنا ونغلفها كلها بالصوص ده اللي احنا عملناه ده، ماشي اهو. هنغلفها كويس على قد ما نقدر. ما تنسوش ان دي فيها التتبيله وفيها البهارات، فيها كل حاجه، فاحنا عايزين الفرخه تشرب منها كلها، كل حته تكون واصل لها التتبيله. خلاص احنا كده حطيناها في التتبيله اهي معانا، ماشي. هسيبها في التتبيله نص ساعه تشرب من التتبيله شويه، والبهارات تدخل وتتغلغل فيها كلها. واخدين بالكم من تتغلغل دي؟ هسيبها في البهارات شويه، في التتبيله شويه، وهرجع لكم تاني. سيبنا الفرخه بتاعتنا نص ساعه. تقدر تسيبها ساعه ساعتين، كل ما هتسيبها اكتر كل ما هتبقى احلى، لان هي هتاخد من التتبيله اكتر واكتر. لو تقدر تبيتيها في التتبيله يكون افضل معاكي بكتير. هنجيب صينيه او حاجه واسعه على قد ما تقدري، وهننزل فيها كيسين دوريتوس بطعم الجبنه، او شيتوس بطعم الجبنه، اللي هو الشيتوس اللي هو الكاراتيه، اي حاجه، ماشي. وهنغلف الفرخه بتاعتنا، كويس في التتبيله دي اهو على قد ما نقدر. ده شكل الفرخه بتاعتنا بعد ما غلفناها بالتتبيله بتاعتنا. تقدر تغلفيها بفيجيتار برضو، تقدر تغلفيها باي طريقه انت عايزاها. دلوقتي هنجيب الشبكه بتاعه الفرن بتاعنا وهنحط عليها الفرخه بتاعتنا حطه كويسه. خلاص كده حطينا عليها التتبيله بتاعتنا وغلفناها كويس. هنسخن الفرن بتاعنا، بس قبل ما نسخن الفرن بتاعنا هنعمل تركايه صغيره فيها. هندهنها بس دهنه زيت او رشه زيت خفيفه من على الوش، بحيث ان هي يعني ما تتحرقش مننا بس. او بالطريقه دي كده الزيت، مش كميه كبيره ولا حاجه، حاجه بسيطه خالص، عشان تحمرها معانا من فوق وتسويها كويس. كلهم ما يعدوش المعلقه ونص يعني. بسم الله ما شاء الله. شايفين كده؟ بصوا، ده شكل الفرخه بتاعتنا بعد ما طلعت من النار. شكلها جميل ومستويه جميل قوي قوي. بصوا كده مستويه كويس خالص. بصوا اهو، طلعت معانا بكل بساطه. بصوا كده، لو شلنا اي حته. بصوا كده الفراخ مستويه عامله ازاي. بصوا جميله قوي، مستويه خالص معانا اهو.
الورك اهو لو حبينا نشيله بكل بساطة اهو مستوية خالص. تمام، جربوا الطريقة دي موفرة جدا، ما كلفتناش كتير وما صرفتش معانا زيت، لان الزيت غالي جدا اليومين دول. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. مع الف سلامة، اشوفكم الفيديو اللي جاي.